يا جماعة أنا مش عارفة حصل إيه. مش عارفة، في حاجة ظهرت كده. آه، في حاجة ظهرت كده ومش عارفة بتحقق من اللايف إيه. مش فاهمة حاجة بصراحة. يعني كأني بعمل لايف من أول من جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي مش مشكلة مش مشكلة. تجربة. معلش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا جماعة معرفش إيه اللي حصل والله. مش عارفة. مش عارفة إيه اللي حصل. والله مش عارفه بس ايه اللي حصل. ظهر عندي حاجه كده عشان يتحقق من وجود اللايف، يعني حاجه زي كده. فبجاوب حاجه بحاول اعملها. تقريبا مش عارف ما اتعملتهاش صح ولا ما لحقتش اعملها فقفل اللايف. هبدا اللايف من اول وجديد. يلا مش مشكله. اهو تجربه. المهم احنا بقى ايه، احنا دهنت البتاع خالص بالزبده، بس فضل بس حته زبده صغيره هستخدمها برضه مش هسيبها. بس حاسه انه طلعت كتير، يعني هو ان هو كتير. فبعمل ايه، بلف انا مستمعه والله مستمعة. بلفه بقى عامله زي السينما. اللي فيها عامله زي السينابون بالظبط. الدقيق اللي فيه ده مش ما بشيلهوش، بسيبه زي ما هو. هجيب بس حاجه اقطع بيها. يعني مثلا انا ممكن اعملها فطيرتين متوسطين. معلش كاننا فاتحين لايف من اول وجديد. ادي مثلا دولت دي هنعملها واحده، اتنين سوري، اتنين متوسطين، وهنا اتنين متوسطين كده. حصل خير. ماشي. والله يا جماعه انا يعني اقول لكم إيه، انا يعني مش خبيره في الحاجات دي. آه. فما علينا. طيب نعمل ايه بقى. هنيجي هنا بقى في مثلا صينيه كبيره، صينيه. نحط كده شويه الزيت دول، السمن مش هنحطها كلها، خلي شويه كده. وايه، نحط شويه زيت. خلي بالكم طبعا مفيش حد بيعمل بسمنه خالص. مفيش حد بيعمل بسمنه خالص. ويلكم باك. ماشي. مفيش حد بيعمل السمنه خالص في الافران العاديه كلها. بيعملوها بزيت، عشان كده بتطلع مجلده. يعني تجيب الفطيره بتحس انها مجلده كده، كل ده من الزيت هو اللي بيجلد. احطهم هنا كده بقى. ممكن اطبقها دي كده امرمخها. عارفين امرمخها بقى في السمنه او الزبده والزيت، عشان كمان ما تنشفش. لغايه هنا سهله. انت كنت فين يا منى؟ انت كنت نايمه ولا بتحضري الاكل؟ بصي يا منى، انا ما عملتش حاجه، انا عجنتها وسبتها حوالي نص ساعه بس، طبعا عشان اللايف سبتها ربع ساعه بس. ماشي. وفردتها زي السينابون كده بتاع مثلا نص سنتي، وحطيت عليها الزبده بس. حته الزبده اللي فاضله هستخدمها، اللي هي ده كل ده ربع كيلو على الكيلو. حطيت كده حته مع البتاع ده، مع
شويه زيت حطيتهم هنا عشان ايه ما ينشفش ما ينشفوش. ممكن نعملها بكوره كده. ماشي. يا مها اللايف قاطع. ماشي. حاضر يا ساره. اللايف قاطع مش عارفه ليه والله يا مها. ماشي يا ساره. خلاص. عاوز اقول لكم حاجه. هو المفروض كل خطوه احنا بنعملها في اي عجينه، مش عجينه بتاعت الفطير بس، اي عجينه لازم نريحها. ريحيها عشان تريحك. زي ما بيقولوا كده، ريحي الحاجه عشان تريحك. والله بجد فعلا انا ريحتها تقريبا نص ساعه. ثواني يا جماعه. اه خلاص. هن... دي الحته الصغنونه اللي سبتها في البتاع. اديني هنا برضه. قولوا معايا. دايما لما تريحي الحاجه في العجن وفي التريح تريحيها كويس قوي، هتريحي جدا جدا في الشغل. انا كده خلاص انا ما عملتش حاجه. انا فردتها بعد ما عجنتها وسبتها نص ساعه. فردتها وحطيت عليها، فردتها زي مثلا نص سنتي كده زي السينابون، وفردت عليها الزبده زي ما بنعمل في السينابون بالظبط. زبده، بس الزبده بدرجه حراره الغرفه. وبعد كده لفيتها رول وقطعتها. هقول لك يا ساره. خلاص. وحطيت شويه زيت وبقيت حته السمنه. انا الزبده دي زبده هاخدها برضه تاني. حته الزبده ديت وشويه زيت وايه، وهسيبهم برضه كده اريحها. يعني برضه تريحيها نص ساعه، بس انا هريحها ربع ساعه عشان برضه اللايف. احنا عايزين نطلع واحده كده قدامكم تبقى حلوه يعني عشان تشوفوا على اللايف. بصي يا ساره، العجينه بتطلع حلوه. اولا زي ما بقولك لازم تخدميها في العجن كويس قوي قوي. العجينه بتحس في الاول بتبقى مقطعه خلاص. و ما تستعجلش عليها، لازم تتعجن كويس قوي. دي حاجه. الحاجه التانية الدقيق ما تضيفوش بسرعه، يعني كله مره واحده، او العكس السوائل. لو انت هتزودي السوائل مثلا احنا بنعمل الكفله او الشويك في بيض ودقيق وخميره وزيت وسكر. احنا هنحط السكر مثلا مع كل المواد ما عدا الحليب والخميره. بسيبهم الاول، اسيبهم وما احط الدقيق ابدا ازود الحليب شويه شويه. يعني مثلا عندي الكيلو بياخد كوبايه حليب، انا باخد نص كوبايه حليب احط فيها شويه سكر والخميره واسيبهم. وما احط الدقيق هقلبه وهزود النص كوبايه حليب. خلاص. لو احتجت حسيت ان العجينه قاسيه، لا هزود شويه بشويه. ممكن دقيق عن دقيق يفرق. خلاص. في دقيق ما بيحتاجش كتير، في دقيق بياخد المقدار كويس كله، وهكذا. ماشي. ماشي يا نور. Ciao Marina, grazie. آه واحدة صاحبتنا داخلة على اللايف إيطالية، مش طبعا مش هتفهم أنا بقول إيه. بس ماشي. المهم يا جماعة، إيه الكفلة. خلاص. هتخدميها في العجين كويس. والعجينة انتي بصي، هي برضه خبرة مع الوقت. العجينة بتحسي بيها. العجينه ما تبقاش قاسيه يا ساره. اول حاجه لازم تختبري الخميره بتاعتك اذا كانت شغاله. ما يبقاش فتره في نوع خميره مثلا بتبقى بايته في السوبر ماركتات نوعها مش حلو، او بايته فتره طويله دي مفعولها بيروح وهكذا يعني. ف
ف انا هقعد مش قادره. هخلي تغطي عليها بس عشان متشافش. انت لازم تحسي بالعجينه كده، العجينه لازم تبقى طريه في ايدك، عارفه الملبل كده، تبقى كده فاهماني، تبقى حلوه، ولا هي ناشفه اسير، ولا هي بتلزق في ايديكي قوي. حتى لو لزقت في ايدك حاجه بسيطه لما بتخمر على فكره، شفتوا دي ارتاحت مبقتش تلزق في ايدي. المهم احنا نسيبها كمان ربع ساعه كده تقريبا، عدت ال5 دقايق. قولوا معايا. فاهمه ازاي العجينه تبقى جميله كده حلوه. وعلى فكره جوابي الكفله في الصيف اكتر من الشتاء، جاوبيها يعني كذا مره عشان الصيف تبقى حلوه. دايما العجائن في الصيف بتخمر كويس قوي بسبب الحر وكده يعني، غير غير الشتاء. فجربيها كذا مره في الصيف واعملي مقدار قليل. دايما اول حاجه لما تيجي تعمليها دايما اعملي مقدار قليل في اي وصفه، اي جديد وصفه تستخدميه مقدار قليل. في حاجه كده حسيتي انها لا مش مظبوطه، في المره التانيه هتعملي نفس المقدار مثلا، بس لا هظبط الحاجه دي، وهكذا لغايه ما تطلع معاكي حلوه. لازم تستمري على الحاجه لغايه ما تطلع معاكي، تصممي عليها لغايه ما تطلع معاكي حلوه. بصي يا نكمل موضوع الكفته بس الاول عشان ما انساش. خلي بالكوا التخمير زياده عن اللزوم بيبوظ العجينه. تفتكريش انا سايباها خامه بقى بحيتها تبقى كتير، لا غلط بالعكس، دي بتهبط لي العجينه تخلي العجينه مكتومه من جوه ومش حلو. التخمير العجينه اول ما بشوف انا بتابع العجينه، خلي بالكم هو الوقت بيختلف. المكان ممكن مكان شقه في وقت في شقه غير شقه تختلف فماني. انا دفيت لها فوق، في ناس ما بتدفيش مثلا الفرن، فكل حاجه بتختلف. فما تخمرش العجينه اكتر زياده عن اللزوم، لان بتكتم بعد كده العجينه متبقاش حلوه. ف دي حاجه مهمه جدا برضه يا صاحبي، ان انا ما اخمرش العجينه زياده عن اللزوم. و فاهم حاجه العجينه تبقى في ايدي كده احس بيها حلوه فاهماني. وتسيبيها طبعا لما تشكليها تسيبيها تخمر تاني، وبرضه ما تسيبيهاش تخمر زياده عن اللزوم. يعني غالبا بعد ما بتتشكل بتبقى نص ساعه هي كافيه يعني. بس والخبيز مهم جدا، الخبيز لازم المخبوزات دايما درجه حراره عاليه، يعني الفرن يبقى حامي شويه فاهماني، وعاليه مش واطيه عشان ما يكتموش، لان العجائن بتبقى عايزه حاجه تنفخها مره واحده فجاه. احنا مش هنسوي مثلا فرخه ولا بتاع ولا لا، عايزه حاجه تنفخها مره واحده فجاه، فهو ده اللي بيخليها ايه تفخ تبقى حلوه كده. وهو الوقت ده حلو جدا على فكره، جوابي فيها يعني، بس الضوابي مش بس كيلو بقى، يعني اعملي نص كيلو كده. بالنسبه للبيتزا يا نوع، البيتزا طبعا كلام فيها كبير جدا واسع جدا يعني، لان البيتزا في مصر مش بيتزا للاسف يعني. انا اكتشفت، انا ما كنتش عارفه طبعا، انا البيتزا كنت بحط عليها بيض بقى، بضايه بقى ولبن، وقلت تبقى مغذيه وحلوه وبتاع، بس هي هنا هو دقيق وخميره وميه بس. هنا الطريقه نفسها بتختلف، طرق كتيره جدا، بس هي الطريقه الاصليه بصراحه. لا يا ساره، بصي يا ساره، اولا لازم تفتحي الفرن قبليها مثلا ربع ساعه بحيث ان يبقى سخن قوي. خلاص، اول ما تدخليها يعني مثلا على حسب برضه كل فرن، يعني انا الفرن بتاعي مثلا مش حامي قوي، فانا بسيبها درجه عاليه يعني 200 240 مثلا، بسيبها عاليه خلاص. في ناس بتحمر من تحت قوي وفوق ما تحمرش. في الفرن بتاعها مش عالي قوي فاهماني. فانت لو الفرن بتاعك مش عالي قوي عليه على درجه وسيبيها تاخد تحت
لو هي مثلا ما بتاخدش تحت من فوق لون، حاولي افتحي لها الشوايه تاخد لون بسيط واقفلي. انا عامه ما بحبش بصراحه تحمير الشوايه من فوق، ما بحبوش، ما بيطلعش الحاجه كده حلوه. آه لو عندك عالي قوي، وطي شويه، يعني وطي يعني مثلا 120 زي عندي كده. وبرضه لو ما بيحمرهاش من فوق هفتح لها الشوايه، بس تخلي بالك عشان ما يتحرقش معاكي يعني الشوايه دي ما بتاخدش ثواني بس. فما فيش حد اقترح عليها ان شاء الله يوم الحد الجاي لو فتحنا في نفس الميعاد هنعمل ايه. نقترح اقتراحات. في ناس بتقول بيتزا، في ناس بتقول قراقيش، في ناس بتقول شويك. فين اللايكات ليه هديت كده؟ بيتزا؟ ايه نادي، انتي بتعرفي تعملي بيتزا؟ شطورة يا نادي. نادية دي عروسة جديدة يا جماعة، بنت أختي عروسة جديدة تقولي بيتزا. هي شاطرة جدا في المطبخ ما شاء الله. طب الطريقة الإيطالي يا أمل بتقعد يومين، للأسف إنها بتقعد يومين. وفي طريقة تانية، أصل هما في طريقتين. في طريقة بتقعد يومين بالطريقة العجينة نفسها وتحط في التلاجة. في حاجة اسمها بوليش دي حاجة برضو بتتعمل بشوية دقيق كده مع خميرة ومية، بس بتبقى سايلة شوية وتحط في التلاجة وتطلع وتحط عليها بقية المكونات بتاعة البيتزا اللي هي الدقيق بس يعني. فدي بياخد يومين، سواء دي أو دي بتاخد يومين، فاهماني؟ فلو احنا عملنا عباس لايف في اليومين مش هينفع. شاورما؟ مالك مالك عايز شاورما؟ طبعا الصغننين دولت عايزين الشاورما اكيد. هعمل لكم بقى، بس ده فيديو على اليوتيوب، هنزل لكم فيديو شاورما حلوه قوي قوي قوي، تنفع معاها في لتجمعات. الطريقه نفسها حلوه يعني. الشاورما ممكن الشاورما ديت طبعا في ناس كتير يعني بتحب تتبيله الشاورما بتاعتها، مقتنعه بيها وخلاص، بس الفكره بقى نفسها. ماشي. هو القرص الطريه ما تختلفش كتير عن القرص الناشفه يعني. انا احب القرص الطريه دي من زمان، وانا دقتها كانت جميله قوي، بحبها جدا. آه هي بتختلف، بس ان انا الفرق بين القرص الطريه والناشفه، اولا الناشفه ما بستخدملهاش غير ميه او شويه ميه بحليب، انما الطريه بحط فيها زبادي وقشطه ولبناي، فده اولا ده بيطريها، زائد السوى نفسه بيختلف. وبعد كده الطريقه دي بقفل عليها بقى كويس عشان تفضل طريه. ماشي يا أمل. ماشي يا آس، عرفت خلاص. مالك ماشي يا آسف، سوري معلش. آه... طيب ناخد واحدة بقى كده نشوف هنعملها ازاي. هعملها وانا قاعدة، انا بقف ليه؟ طيب اعذب نفسي. احنا كده فيها ايه؟ زبدة من جوه اهي. ماشي. هذا بقى افردها شوية بقى كده تاني. ما احطش بقى اي حاجة من تحت لان هي فيها سمنة وكده والزيت، فمش هتلزق. لو عندك رخام طبعا يبقى افضل. والله كان عندي البتاعة التانية دي. في حاجة مهمة عايزة اقولها لكم عليها صحيح. بيو ازيك يا حبيبتي؟ منورة بيكي. ده داخل لايف متأخر ليه يا عبير؟ عبير
مين؟ ما هبه وشيماء مش هيفتكروا. مارو عبير الحلواجي. بصوا احنا طبعا في العادي احنا بقى نقعد نفرد ونشد فاهمين ازاي؟ لكن انا مش هعمل كده بقى. يعني بصي انا هفردها على حسب ايه كده بشوف بس، لكن مش هفردها تبقى رقيقه قوي، لا. اهم حاجه الطرف. الطرف مهم جدا جدا ان انا افرده عشان ما يطلعش تبقى ايه حته كتل كده جوه العجينه. خبيز. تخبزي ايه بقى؟ تخبزي ايه؟ في حد عنده فكره يا جماعه على موضوع اللايف في تيك توك؟ لو عايزه افتح من الموبايل التاني عشان التعليقات بعيد عني مش عارفه اوصل لها. افتح ازاي من الموبايل التاني؟ حد عنده معرفه بذلك؟ فطار بالجبنه مش بالله والشفا يا عبيان. بصوا انا ما بفردهاش قوي اهو. انا ما فردتش قوي ولا وققت ولا اي حاجه، شايفين؟ خلاص. ده اختياري بقى، يعني انت لو عايزه تزودي كده حته زبده يا آسر او يا مروه، اكيد مروه هي اللي كتبت ده. بعد ما حطيتها في شويه الزبده والزيت هو المفروض تتساب نص ساعه برضه، بس انا سبتها ربع ساعه. كنت والله كنت هقول والله يا ساره انت فكرتيني. الحلو الحادق الشرقي اللي هو بقى السجق واللحمه المفرومه ومش عارفه الفراخ والبسطرمه والكلام ده، هي نفس الطريقه بس احنا بنقلل الزبده او السمنه شويه ونزود زيت اكتر، يعني عشان ما تبقاش تقيله لان هتبقى فيها بقى لحوم وحاجات دي، عشان ما تبقاش تقيله. انا هعمل بنفس العجينه دي بعد كده ان شاء الله يعني. لان انا ما جهزتش حاجات للحشوات يعني. بصوا انا كده، بصوا كده يعني حاجه بسيطه مش كتير، عشان هحط كمان ايه قشطه. هي قعدت يا مروه زي ما بقولك قعدت ربع ساعه، لو نص ساعه طبعا افضل، مفيش وقت يعني ربع ساعه. ربع ساعه وبعد كده هعملها كده. هجيب بس مقص. عايزين تعالي عايزين المقفل. بصوا هي دي سايله شويه عشان نطبخ. دي قشطه بتاعت هنا. مروه عشان لو انت بتعملي مش عارفه توصلي، طب اعملي يا عبيه معلش، اعملي شير لل لللايف ده على الواتس الجروب بتاعنا. تعرفي بصي في تحت كده سهم، في تحت سهم، دوسي على السهم دوت
وبعد كده اعمليه شير على الجروب. ماشي ماشي مم. ماشي تشير تشير. فدي قشطه، مش قشطه بلدي. انا كان عندي قشطه في الفريزر بس للاسف نسيت اطلعها. المهم انا حطيت قشطه، دي القشطه اللي هي بتاعتنا هنا. طبعا دي لو عندنا طبعا قشطه بلدي. واحنا انا هحطها بعد كده على البانيه دي عشان ما تلزقش في طبعا عشان ده خشب. بصوا لو اتقطعت عادي جدا مفيش مشكله، يعني اتقطعت بس عشان ايه مش لزقت في الخشب. اهم حاجه الاطراف وانا بتني بلم الاطراف تبقى رفيعه. ازيك يا ايمان، عامله ايه؟ نوار حبيبتي. اهم حاجه الاطراف. واحنا مثلا كده نشد، واحنا قبل ما نلم نشد وخلي بالنا الاطراف. ربنا يخليكي يا ايمان حبيبتي. القشطه دي والسمنه التانية دي اختياري، يعني مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش، بس طبعا القشطه بتدي طعم حلو جدا. في ناس بيحطوها على الوش، هما بيحطوها في الصينيه يحطوها على الوش، فانا بحس انها بتتحرق من على الوش ما بتستطعميهاش، فانا بحب تبقى جوه العجينه. طبعا القشطه البلدي لا يعلى عليها. والله ممكن اطلعها واحطها في الميكرويف شويه. ايه رايكم؟ بحب الفطير بالقشطه البلدي بصراحه. دي قشطه خفيفه كده زي بتاعت بوك. فين اللايكات اللي على الشاشه؟ ما بقيتش اشوفها، واحد فين؟ شوفوا كده كلام. اعمل كده كلام. ايه رايكم في الطريقه دي؟ سهله جدا. احنا بنعمل ايه علشان اكتب معاكي؟ مش فاهمه يا ايمان. بس كده شايفين؟ بس كده خلصت الفطير، مفيهاش حاجه. دي بقى نعمل ايه بقى؟ هنجيب الصينيه بتاعتنا. الوصفه دي بتاعت ايه يا شيء؟ فطير يا ايمان. فطير. بصي انا الفطير عندي عاملاه طبعا على القناه، بس هو في طرق كتير جدا للفطير، طرق كتير جدا، مش ليا يعني، وصفات لناس كتير. بس ايه ماشي هجيب الصينيه. انت مستعجله على ايه؟ حاضر هجيب الصينيه. ايه اولا ما تعمليش في صينيه تيفال الحاجات المخبوزات، فطير، الجلاش، لا سيبك من الجلاش، رقاق، كنافه، بسبوسه، ايه تاني، فطير، ايه تاني، المخبوزات ما تعملهاش في حاجه فيها تيفال، ما تعملش حاجه فيها اسود لون غامق، كلها في الصواني دي، صواني الالمونيا ديت. مش تجيبي صينيه مش عارفه ايه عامله ازاي فرحانه بيها تعملي، لا هتحمري اولا الحاجه تحت قوي وما بتطلعش حاجه حلوه كده. صينيه مش ثانيه، صينيه ايه دي؟ صينيه بالصاد. طيب فضايح. الصينيه دي انا بعشقها بصراحه، انا جايبه صواني كتير جدا. وايه بصوا
بصوا السمك بتاعها ايه، بتاع مثلا ايه 2 سنتي 2 سنتي. دي انا لما بروح عند حد ولاقي عنده صينيه تخينه كده يقول لي اعملي كنافه، بتضايق جدا بتضايق جدا. قلت له انا ما اعرفش اعمل كنافه غير في الرفيعه دي. بصراحه انا جايباها مخصوص له، للكنافه للبسبوسه، لحاجه زي ال بتاع ده اسمه ايه، الفطير كده. ما بحبش بصراحه الصينيات العاليه دي بتستفزني. طب انا انت عارفه يعني. بدينا كده زيت، خلاص مش هحط بقى زبده تاني، خلاص اسيبها بقى كده، اسيبها كده شويه، خلاص اسيبها كده شويه يا ريت ما اعمل الباقي بقى. وخلي بالك برضو الكنافه في الرفيعه مش التخينه. ليه بقى؟ انا بحب من الناس، بحب يعني اقلب الكنافه، يعني ما بحبش احمرها من فوق لتحت بالشوايه او كده، لا احب اقلبها الناحيه التانيه، بتفرق في الطعم وفي احلى كتير، بتبقى ماسكه نفسها كده القطعه. دي حاجه. الحاجه التانيه، انت لما تيجي تقلبي في الكنافه السميكه، الصينيه السميكه دي، تقلبي البتاع مع بال السمك ده مع بال يوصل وتقلبيها، هتكون ممكن اتبهدلت منك، ده مش متمكن قوي. لكن دي على طول ما فيش هتتقلب عليك شكل، تدي حاجه ايه، الشكل بينزل مظبوط وما بيبهدلش ولا اي حاجه. هنسيبها كده بقى. في ناس بتفردها هتحطي من الوش قشطه، انا ممكن احط قشطه بتدي تحمر حمار حلو قوي، بس انا برضو في الفطير بحب اقلبه، ما بحبش. لازم نسيب الفطيره برضو حوالي نص ساعه. ليه نص ساعه؟ لاني لما بحطه في الفرن، عارفين القبه اللي لما بتطلع كده وتلاقي مقبه كده وايه، اتنفخت كده وبقت جميله، لازم تسيبها نص ساعه عشان تعمل القبه النفخه دي. لو حطيتيها على طول مش هتقب وتنفخ كده وتبقى حلوه، فاهميني؟ بس كده. هنعمل بقى التانية، نعمل الباقي بقى. طب يلا يا حبيبي اعمليه بقى. اعمله على المجدي احسن ان شاء الله. يا امل كنت فين يا امل؟ كنت فين يا امل؟ راح عليكي العجينه ليه يا امل؟ هوريكوا تاني فردة شوفوا هنا في المات دوت، على المات بيبقى ممتاز بصراحة، بحبه قوي، بس انا نسيت اعمله. استخدم شوفوا هنا في المات دوت، على المات بيبقى ممتاز بصراحة، بحبه قوي، بس انا نسيت اعمله. استخدم كده مش باين، بصوا. متضحكوش عليا بس. عندي جميع انواع النشابات، يعني لاي اغراض من الاغراض. ماشي، اهم حاجه مركزه يا امل، ماشي اهم حاجه. طبعا هي بتلزق عشان في زبده، فطبيعي مفيش دقيق تحتيها، عادي يعني مش مشكله.
يسا يا روحي. ايه ده فتحتي ازاي؟ مش عندك شغل؟ النت فصل عندي. ايه النت فصل عندك يا سارة يا نور؟ فتحتي من الشغل؟ ماشي يا سوسو يروح، بس خلي بالك عشان يفصلوكي من الشغل. طب وصلتي لغاية فين يا نور؟ مين؟ مين ربنا يوفقك يا قمراية؟ مين بقى؟ انت القمراية اولا، بس مين؟ مش باين مين. سامية علي. سامية مش سامية. اخت حمدي. وصلتي لغاية فين يا نور؟ لما بوريكوا كده ايه نفرد، حتى المات والله بتلزمي. مش مشكلة بقى. اي سامية ازيك عاملة ايه؟ ممكن لو حابة يعني لو هتغلبك ترتاح بعد ما كورتيها. اه اه مفيش يا نور، انا عملت واحدة تانية. بصي انا عملت اهو فطير يا سامية، فطير. بصي ايه، كورت واحدة عملتها اول واحدة اللي هي قطع عندك النت، باخدها فردها. لو هي هتغلبك العجينة بتاع ده، افردي تحتيها شوية زيت. ماشي. انا كده اعتبر خلصت يعني الفرد. انا ما بفردش لغايه تبقى اياه قوي خالص، لان انا فرداه اول فرد. خلاص. يعني في كذا حاجه نقدر نعملها يعني. عادي هتلميها عادي. خلاص. بصوا، يعني مثلا لو عايزه برضه تحطي حته زبده، يعني هحط ده على الاربع قطع، مش هحط تاني، مش هزود تاني عشان ما تبقاش تقيله. الناس اللي هي بقى بتخاف ان هو يتقطع معاها وما بتعرفش تفرده، اهم حاجه زي الطريقه دي حلوه جدا، بس اهم حاجه وانتي بتفردي دي الاطراف هي اهم حاجه. الاطراف تبقى رفيعه. حاولي حاولي بقدر الامكان تبططيها، بس يعني مش حاجه تانية. شايفه كده الناس دخلت اول اللايف وبعد كده ايه نامت، مش عارفه واحد فين. هم؟ حط شويه قشطه. هتقترحوا يوم الاحد الجاي ان شاء الله هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اجماع على ايه؟ جبتي كده في النص، وانا بجيبها احاول كده افرد كمان. انا عاوزه اوريكم بس النتيجه في الاخر عامله ازاي. ماشي يا ساره. هي اول الطرف بس هو اللي بيلزق. عادي نلم، بس اهم حاجه زي ما بقول لكم وانتي بتعملي كده ايه، حاولي تفردي الاطراف بالذات.
انا وايه؟ شيما مين بقى؟ انا وايه واسمه؟ دي شيما مين؟ شيما اختي ولا شيما مين؟ انت شيما مين؟ انت شيما فيصل؟ كده مبسوطة انا ولا فقدت ولا اي حاجة. فاصوليا خضرا ولا فاصوليا بيضاء؟ بيضاء. انا وش فيصل. دي برضو واحدة اهي عملتها، حطها برضو في صينية، ادينا زيت. شوية زيت. ريم بتاع السعودية. احط دي برضه هنا كده واسيبها ما شفيتها دلوقتي، هي مش هتتفرد معايا طبعا، هي هتتزحلق. مين بتاع السعودية؟ لا انا شايفه ان على الخشب احسن. نشيل دي مش مشكله طبعا. الفطير الاخواصه معروف. ازيك يا ريم؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ تاني هنعمل واحده كمان، لازم نريحهم كلهم نص ساعه. في اول واحده تقريبا مع بال نخلص الاتنين دي، نخلص الاتنين التانيين دول هتكون التانية ارتاحت. طبعا عشان الخشب حاجة بتلزق فيه شوية، فايه مش مساعد معانا شوية، فمش مهم يعني. انا حطيت شوية زيت اهو. زين اتفضل يا زين، اتفضل. زين صح؟ شوفوا يعني حطيت شوية زيت يساعد معايا شوية في هو لو كانت رخامة هتساعد معايا كتير. عارفين اهو، عشان حطيت زيت فحطي بس شوية زيت صغيرين كده، ايه تساعد في الفرد. انا مش شافت بالنشابة بقى نعمل كده. اهم حاجة الاطراف، اهم حاجة الاطراف. يا سوسو يا حبيبتي، ولسه سهل جدا. اهم حاجة شوف انا مفردتش بقى خالص اهو، فردت كده حاجة بسيطة. حاولي دايما برضه اول مرة تعملي خلي الفطيرة بتاعتك صغيرة شوية، ما تعمليش كمية كبيرة تبقى فطيرة كبيرة وتقعدي. ممكن على فكرة الكيلو ده نعمله فطيرتين كبار لو حابة يعني. انما عاوزة بقى تعمليه متوسط كده، انا مش هعمل كده، انا عاملاه متوسط. انا مبحبش كبير، فطير كبير قوي. طب انا الموبايل ده هيفصل، فانا هاخد الموبايل التاني.
وين ثواني يا جماعة، ثواني. مين؟ ثواني عشان احط بس الموبايل في الشاحن. معلش هو ايه هي كده كويس. هيفصل ونرجع نعيد اللايف تاني. طب يا جماعة بس هو 21 ليه برضه؟ 21 ليه في اللايف؟ ليه؟ طيب خلاص انا ايه كده عملته. هرجع احط ايه حتة زبدة. ولكم الزبدة دي اختياري لو انت يعني مش عايزاها، لان هو كده هيبقى خفيف يعني مش تقيل خالص. لو مش عايزاها بلاش. انا كل ده بستخدم حتة الزبدة اللي انا سبتها من ربع كيلو. دي هسيبها بقى لايه للتالتة لربع ولا ايه. تمام. احط شوية قشطة. ماشي. هما لسه بيتفاعلوا؟ يعني الناس ايه تريح شويه، بحس ان في ناس بتريح شويه وناس تقوم شويه وبنات ناس تريح كده يعني. ناس اختفت كده. بس يعني انا زعلانه جدا ان 18 في اللايف. هو انت بنقل ولا بتزيد؟ هي كانت كنت احنا شايفه حاجه 20. انا اصلا عندي 600 على التيك توك. ازاي يعني؟ بص نشد كده ونلم. شد كده ونلم. اهم حاجه القطاف القطاف القطاف. نشد كده ونلم هما طريقتها حلوه كده اهو. نشد ونلم. امال انا ما كنتش عامله قايله على الانستجرام وقايله على الفيس وقايله. بس هما كلهم دخلوا. انت هتشوفي لا انا على الفيسبوك. اصلا الصفحه بتاعتي الشخصيه فيها بتاع حاجه و50. الصفحه التانية بتاعتي فيها حاجه بتاع ده فيها كتير. تيك توك فيه 600 فيه. انا مش عارفه هل احنا بنعمل حاجه اللي فاهم حاجه في السوشيال. هل احنا بنعمل حاجه على التيك توك عشان يظهر للناس اللي عندي في المتابعين؟ على فكره انا اول ما دخلت من لقيتش اللايف بتاعك. لا والله. انا على التيك توك المفروض اول ما بفتح بيظهر لي الناس اللي عندي في شريط فوق كده. بيظهر لي الناس اللي عندي اللايف اللي هي بالايقونه بتاعت اللايف دي. لا ايه انا دوست عليه تاني. دوست عليه. هي الايقونه بتاعت اللايف دي عشان تطلعي في الفيديو تقريبا. مش فاكره. فانا مش عارفه الصراحه. ماشي يا صاحبي. خليكوا معايا. خلاص سهله جدا اهو. حتى لو قطعت حته مش مهم. بالعكس لا كل ما بتتقطع اكتر كل ما يبقى فيه طبقات اكتر. اهم حاجه زي ما قلت لكم القطاف القطاف القطاف. سواء بتطبخ في المطبخ وهي معايا. لا والله. مش موجود اول ما تدخلي برضه. ايوه ما هو اول ما ادخل ليه؟ على الصفحه مش فاهمه. ادخل اللايف.
طب انا اعمل ايه؟ مش عارفه. في حاجه بتتعمل مثلا هنا من هنا؟ مزيد، تحسين، لا المزيد لا. تفاعلات. يجي اللي جنب السهم ده التاني ده مضيفين. ايه التفاعل؟ مضيفين دي؟ هما مقفولين ضيوف؟ باللوك ليه؟ مش عارف. شوفي كده. ينفع ادوس هنا؟ لا دي لا دي مش. طب دوسي بس خلي بالك احسن ايه. قلب الكاميرا انكسار، ايقاف فيديو، اعدادات. لا معرفش ايه انفصاح دي. نفسها عن لوحدها. لا شوفي كده في الضيوف كده، في دي معمولها بلوك ليه؟ ولا ده عشان ممكن لازم عدد معين؟ مش عارفه. وتتفتح. عايزين مش يمكنك ان تدعو المشاهدين انضمام كضيوف الى بثك وتطلع عن متطلبات. لا اطلاع عن متطلبات. خايف ده عشان يقفل. لا ده ما فيهوش حاجه، هو بيقول لك بس مفيش حاجه. بوم. طب تاني مضيفين حاجه، مضيفين دي ايه؟ دي مثلا حد بيضيفني يعني يبقى في شير مع بعض يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. مش عارفه ايه. يمكن ما فيش حد، مش كده كل الموجودين ما فيش حد يعرف حاجه عن السوشيال ميديا دي. بصوا شوفوا ده ازاي برضه. ارجع كده اعمل كده بس كده شويه والم تاني. كل ده بيخلي بيبقى فيه طبقات اكتر يعني. شايفين العجينه حلوه ازاي؟ العجينه حتى في بقليل كده، تحس ان في بقليل. تحس انها جلد حقيقي. قليل. السما فين؟ فوق في الباسكت اللي فوق ده اللي هو كيكات. كيكات؟ لا اللي احنا جايبينها من مصر. جايبين حاجه من مصر؟ ما انت بتقولي ايه؟ انهي؟ اه طيب ما هي كيكات. ايوه طيب ما انت بتقولي كيكات ايه؟ ايوه ما هي كيكات. ايه يا ليه؟ كيكه، انا سمعت كيكات. كيكات. دي اسمها هو انا قلت اكيد في حاجه. المهم بصوا حطوا شعرة زيت كده، حاجه بسيطه، نقطتين زيت افردوا، ده بيسهل اكتر الموضوع يعني. خلاص. تشاو. تشاو. ساره بتقولك تشاو. دي آلاء بنتي. مين؟ شيماء. شيماء مين؟ هاي. هاي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب تعالي اعملي لك فيديو دلوقتي واقفه كده. تمشي اول ما اقول لها تعالي اعملي حاجه تمشي. هاتي آلاء. نعم. لا انا ورايا حاجات. عملتي حاجه؟ وراكي حاجه؟ طيب جايه بس تطولي عليا تشوفي الاخبار انا يعني. جايه كل شويه كده. هي عايزه تاكل بس مش عايزه. هاي غلط. والله انا عماله بقول هاي للناس مش عارفه مين دول اصلا. كنت ايه؟ معاكي سؤال تقريبا. ماشي يا ايمان ماشي. هو كده انا ماما وماما انا، فاهم؟ مش فارقه كتير. نكون اخوات احنا الاثنين. انا عايزه احط دي هنا. اخوات. عايزه احط دي هنا. احنا الثلاثه اخواتي حماده. احنا الثلاثه سكر ونبات. هو في حاجه فعلا غريبه لان مفيش حد مختلف داخل اللايف. هم بس اللي انا عارفاه اللي هم يعني الاصحاب والعيله والاصدقاء وكده يعني. لكن اللي بعت لهم اللايف ولا في ناس مش بعت لها اللايف واللينك قصدي.
طب هو دخلت. ممكن اجرب حاجه؟ اللي احسن تقفليه. اعمل شير ده، الشير اللي تحت ده. شيماء اصحاب النساء بيقول لي تقولي كان ضد شيماء. احنا شيماء عندنا كتير قوي. شيماء فيصل، شيماء شيماء اختي، شيماء فيصل، شيماء شيماء. التاني انت شيماء ايش؟ طب شيماء ايش تاني؟ معلش عشان عندي زهايمر، معلش شيماء لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي اللي انت كده على الفيسبوك. ما انا بقول كده برضه. يا رب يخلي كل الشيماء، بس ما انا خايفة يفصل والله. طب خلاص هعمله انا من سارة عملت شير. لا بصي، يعني انا هعمل كده. لا بلاش، بدل ما هيقفل الاكونت هيقفل ممكن مثلا انا اعمله من ما هو بره. عشان كده انا قلت اجيب هجرب اعمله من اعمله هنا. من بره. تعمليه ايه؟ شير عندي على الصفحة؟ ينفع؟ مش عارف. هو انا خايفة اعمل في عندي هنا شير ما لا هو يسار لينك مختلف ليه؟ هو التيك توك بتاعي ما فيش. انا مش كده يا شيماء، لازم تتعلم صح؟ تقولي انا كده كده هعمل يعني ايه لازمتها ان انا اعمل دلوقتي واعمل بعدين؟ ايوه لو دخلت على اهو بصي، لو دخلت على اللايفات هنا تظهر. بس بالظبط. مش عارف. ايوه ما هو مفيش غير كده على فكرة. لا انا لما ببقى عندي مشتركه مع ناس متابعاها بيوصل لي اللايف بتاعها، يعني بيعمل نوتيفيكيشن. يمكن عشان الناس هي مش فاتحه نوتيفيكيشن ده بقى، انت اللي من عندك ولا ايه؟ اكيد انا بعمل حاجه من عندي، يعني هو بيقول لك اعملي اهو. طيب ما هو ظاهر اهو ان في لايف، بس بيبعت نوتيفيكيشن برضه. لا ده بقى من عندك انت اللي بتعملي كده. لا انا عندك اقصد يعني انا مثلا لو متابعاكي وقافله اصلا النوتيفيكيشنز فمش هتوصل لي. فاهمه؟ مش عارفه. المهم اعملي لينك اللايف. ايوه بالظبط زي ما ساره عملت. لينك اللايف ابعته ازاي؟ لينك اللايف وانا لسه ما كنتش طلعت لايف. ايوه ما هو هو ده اللي انا كنت بقوله يا ساره. ازاي؟ لا انا بتكلم عن ان هي بصي هي عملت النوتيفيكيشنز بيرسوناليزاتا فهي ممكن يظهر لها هي اللايف كل ما انت تعملي لايف، فهي هيجي لها نوتيفيكيشن ان انت في اللايف. بيظهر لها بقى نوتيفيكيشن ازاي ان انا لايف؟ ما هي بقى اللي تعمله. هي اللي تعمله من عندها موبايل. هي كانت عاملاها بيرسوناليزاتا، المفروض تعمليها ما انا على طول يعني اكتيفا. مش عارفه. مش ماشي احنا هشوف الموضوع ده برضه، لان انا كده كل ماشي يا ايمان ماشي. ما هو انتوا اعملوا على قد ما تقدروا الشير بقى ولايك. انا شايفه اللايكات وقفت ده، شايفه اللايكات وقفت، خلي بالكم. انا ملاحظ، انا واخده بالي من كل حاجه. يا امل، ما انا والله هعمل يعني هعمل على التيك توك وفيس. بس كمان انا قلت التيك توك عشان انتشاره اكتر انتي. هو ده اللي 20,000. ايه ده؟ 20,000 لايك. ايوه ما هم طول ما قاعدين يضغطوا شطرين. هي دي كابا دي لايك اللي قصدي الكي مش عارف تقريبا عارف. ناخد بقى كل شويه البتاع ده. انا متهيألي الفطريه دي تطلع اكبر واحده. في حد عاوز سؤال؟
اه بتقولك مين شامبيون مين ده؟ اسي ولا ماي ولا مين؟ يا لوسي. مين؟ مالك. والله علمك يا قبل بيقولوا كويس ولا مش كويس؟ مش عارفة. علمك بيقول والله اعلم. مالك بيقولك كي. هو عموما انت اللايف لما بتسجليه بيفضل موجود على الاكونت بتاعك اللي عارف يهد. اصلا؟ انا اول مره اعمل لايف، انا هعرف يعني منين؟ ممكن ما يتسجلش؟ ما هو لازم يتسجل. لا مش لازم. طب يعني اكتبي اي حاجه كده على اليوتيوب، شوفي كده اسجل ازاي او اثبت اللايف بتاعي ازاي في التيك توك. حد يعرف يا جماعه؟ عايزه تويتشه انت يعني؟ انت هتعملي ايه؟ هتعملي تويتشه يعني ولا ايه؟ قشطه. احنا خلصنا واحده بنا على الاربعه. حلو والله ربع كيلو على الكيلو حلو جدا جدا. يعني احنا الطريقه لو بالطريقه العاديه مش بيتسجل. ازاي صار مش بيتسجل؟ يعني انا ما اقدرش اثبت اللايف دوت على الصفحه اصل على بتاعتي. الانستجرام ينفع، ده الوحيد اللي انا عارفاه، وبرده على بتقولك لا. الفيسبوك. طب ازاي يعني اعمل لايف كده ويروح؟ كم يدفع تيك توك؟ ايه ده معقول؟ مش هو. يبقى انا استفدت ايه باللايف بقى؟ او هو اللايكات دي هي اللي هتعمل؟ مش عارف بصراحه. بتقولك ساره، بتقولك انستجرام بس. لا الانستجرام والفيسبوك انا متاكده ان انت ينفع تثبتيه. زين بيقولك غير انستجرام يعني ايه؟ لا اكيد في طريقه بتسجل. ما انا بقول مش عارف. طب لو حد شير اللايف ده عنده على الصفحه، هو بيبقى لينك. طيب يعني معناه يعني ان هو أنا ممكن هيرجع يشوف أدخل- اللايف تاني؟ انا ممكن ارجع. طب هل ممكن؟ بس انا فعلا عمري ما شفت حد مسجل لايفات هما بيقعدوا يعملوا ده زي قشطة. سكرين شوتس. قشطه، بس قشطه مش قشطه بلدي، قشطه عامله زي بوك. الحاجات دي يعني. بس طبعا قشطه بلدي احسن طبعا. انا كان عندي قشطه بلدي بس للاسف كان في فريزر ما نسيت اطلعها. عارفه محتاجه اعمل ايه؟ تفضلي بقى مشغلاه كده وتعملي فيديو ريكورد، تفضلي سايباه مش فاهمه يعني يفضل ازاي. مسجل بقى. هو مسجل لايف وكده، وبعد كده تنزليه كفيديو. لا مش فاهمه برضه. ماما لا مش بديلي الزبده، انا حطيت زبده خلاص. انا حسيت دي اضافه قشطه عليه، قشطه بلدي. عملت فيديو ريكورد اللايف. انتي عملتي؟ عملت فيديو ريكورد عادي. يعني انتي عملتي، انتي اللي آه. عملتي. طب انا اعمل ازاي؟ تعمليه من فوق. ده مش عشان ايفون، لا مش عارفه اعمل ازاي ده لا بصي، الزبده انا حطيت زبده اوريدي، انما دي قشطه اضافه. عايزه تحطيها مش عايزه تحطيها خلاص، مش مهم. بس مين اللي بتسأل؟ احنا اصلا المفروض حاجه زي كده نعرفها من الاول، مش في الاخر. هو ده ايه؟ اوبو. اهم حاجه زي ما قلنا الاطراف ايه تتفرد كويس. وبعدين ايه نحاول نفرد كده، يعني ايه نشدها كده. هي برضو من فوق، وانا لو نزلت البتاع اللي فوق دي ممكن تقفل اللايف. لا كده لا اكيد لا يعني.
انت عايزه بس ايه انا بقى؟ عايزه افتحها. طيب افتحي ايه، افتحي يا الاء، افتحي. تسجيل الشاشه. خلاص انا هجرب اعملها من على الموبايل، رغم ان هو نص الفيديو بس مش مهم، احسن ما فيش. ولا انتي خلصتي اصلا؟ لا استني، طب استنى لما اخلص. ليه لما تخلصي؟ انت عايزه ايه؟ خلاص مش عايزه حاجه، انا هتصل. طيب ماشي. كده لمينا دي تبقى تطلع فطيره كبيره. كل ما بنلم نحاول نفك كده بايدينا شويه. دي الفطيره جوا بعض. متهيألي الفطيره الاولانيه دي مثلا قعدت شويه حلوين، صح؟ صح ولا ايه؟ مين معايا؟ مين متابعني؟ خلي بالك ايه اللي حطيتيه ده على خلاص ما انا قلت لك. دي بانه. اوكي. دي كتير شويه. ممكن يا لا تشيلي الرسمه دي. ايه دي؟ عايزه حاجه؟ بس ممكن تحطي لي كده. حطيهم في خدي ده معايا. المساعده. خدي. عايز كتير؟ طيب خلينا نص ساعة. ماشي. نفتح بقى الفرن. الفرن لازم يبقى سخن جدا. جدا جدا جدا. حطي النبي ارمي دي كده. حطي ده في وسط الحاجة برضه، ارمي دي. هو عموما بيوصل متأخر. نلم ايه حاجتنا. لا بس عشان انتي معايا تقريبا في اللعبة. جوجل هتلاقي طريقة. طب شوفي انتي. طيب صوتي باين. هي الطريقة في عندك اوبشن انك تخلي حد من اللي داخلين معاكي يدخل معاكي ويتكلم معاكي بصوته. يا صار يا ايمان في، ايوه، خلي الناس اللي عندنا كمان يشوفوا اننا داخلين اللايف. هو اللايف بيكون موجود في مكان السيتنج لمدة 90 يوم، انت تنزليه قبل ما يختفي من التيك توك. والله طيب اوكي هشوف. ما ايوه في يا ايمان في الاوبشن ده، بس انا مش عارفه بصراحه، يعني مش عارفه مفعلاه ولا لا. شوف كده. مع هذه الميزه يمكنك ان ترى مبدعين اخرين لبثك على لايف ولتطلع على مطالباتك. يستمر لمدة 90 دقيقة. بادئ المفضل على مشاهدين أقصى. مش عارفة دي ايه. مش عارف. هفتح بس الفرن عشان يسخن الأول.
نعم. تقريبا في الامبوزيسيوني بعد ما تخلصي فعلا هيكون متسجل. però nel senso بس قالت لي لا تعمليه وتقريبا حاجه بيقول لك قبل ما يختفي بيقول لك ممكن 90 يوم حاجه كده. اوكي يعني اقفل الفيديو ريكورد من عندي. ماشي بالنسبه لي انا استعجلت وايه والله انا عندي اللايف شغال من فتره بس قلت لغايه ما فوق كده لاني واحد صيام والكلام ده كله كان صيام جيت و كنا صومنا 6 ايام البيض والكلام ده فواحد كان لسه في حاسه ان هو في غيبوبه. اغنيه اغنيه جدا هم سامعيني اغنيه دي يوسف مش شغاله على التلفزيون. دي اول واحده انا عملتها دي اول ما نعملها مش هتتفرد معانا هتفضل تزحلق تروح وتيجي فعشان ما ريحناها شايفين عشان ريحناها تتفرد هتريحيها زي ما قلنا هتريحك مش هتريحيها مش هتريحك. بص القشطه بقى جوه حلوه يعني عايزه تزودي حاجه سمنه بصوا انا هحط حته زبده كده تاني صغيره كده فوق وتحت حته صغيره حته كده ايه صغنونه يعني حته كده ده اختياري طبعا حته صغنونه ازاي مش كبيره خالص طبعا لو عايزه خفيفه قوي خليها يعني. بصوا برضه انت بتتحكمي في سمك الفطير عايزاها انا ما بحبهاش تبقى عجينه يعني كتير قوي من جوه ما بحبهاش تبقى ايه رفيعه او فاضيه من جوه انت على حسب انت بتحبي ايه انا خليها وسط ولا كده ولا كده فمش هفردها قوي يعني الصينيه اكبر شويه قلت لكم ان دي حجمها متوسط او صغيره مش عارفه يعني هم عملوا الكيلو عملوا 4 متوسطين من الحجم ده انا مش هفيد اكتر من كده يعني تقريبا برضه نص سنتي ولا حاجه او اقل حاجه بسيطه وفي واحده طلعت كبيره شويه بس اول حاجه قلت لكم اهي نفتح النار ونسيبها على حاجه لان ده مش عايز نار واطيه وايه هحطها على اول رف من تحت انا مش عارفه اخد الموبايل لان محطوط في الشاحن او هحاول اوريكم الصاجة على الشبكه على اول يا لوحي جميله احلى سولي في الدنيا هنحطها على الشبكه على اول رف من تحت. لو انت الفون بتاعك هادي ممكن تحطيها على الصاجه تحت على طول مش لازم تحطيهاش على الرف ماشي. بس انا الفون يسخن قوي ممكن ايه هفرد التاني شويه. شفتوا اتفردت بسرعه ازاي لو انت عاوزه تفرديها وقتها مش هتتفرد معاكي.
انتوا بتاكلوا الفطير بايه بقى؟ فطير بايه؟ على فكرة اللايف نزل، يعني موجودين في اللايف دلوقتي قليلين جدا. نفسي اعرف بس بايه؟ عسل وجبنة. انت عارفة يا امل، انا باكل عسل الجبنة، بس بعمل ايه؟ باكل العسل الاول وبعد كده الجبنة. اه يا منى، ما انا عندي جبنة قديمة، هطلع جبنة قديمة دلوقتي، بس ما بحبش اكلها جبنة كده صك زي ما هي، لا احط عليها اخففها بشوية زبادي، طحينة، شوية زيت، جبنة، و بس زي ما بقول لكم بحب اكل العسل الاول وبعد كده احدق بقى بالطحينة عشان معدتي ما تقلبش، بس ايه يبقى حلو كده. انا فوت الاتنين اهو، هحط اول واحده دي. انا نسيت احط حته زبده هنا، طب ما اسيب اللي من غير زبده واشوف هتطلع عامله ايه. ما انا بحطها زبادي وطحينه اخففها عشان بتبقى حاميه قوي. هسيب دي من غير واشوف انهي دي اخف ولا دي ولا ايه ولا ايه، هو يبينوا كده. هقوم اجيب بقى الجبنه، نعمل الجبنه مع بعضينا. لازم اوريكم وانا باكل الفطير من هنا، من موقع هذا، لكن لازم اوريكم الفطير وانا باكل عشان افتح نفسكم. شيء واحد. نلم بس الحاجه دي. طيب نجيب الجبنه، زبادي والطحينه،
تعالوا اوريكم الاول اوريكم فين بصوا هي فين اللف. مش عارفه، عايزه الف الموبايل. فين لفه الموبايل؟ قلب كمان. شايفين فين؟ بص، اول لف تحت خالص هحطها. ماشي، لو عندك ده الفون عالي اول لف خالص. ماشي، انت لو عندك الفون عالي، لو عندك الفون واطي حطي تحت على الشبكة خالص. ثواني ماشي يا جماعة، فهمتوا ولا ايه؟ نجيب الجبنة. دي انا بخليها دي للطوارئ بصراحة. مفيش حد بياكل منها غيري اصلا. واحد كده ايه يزهق من الاكل يروح ايه جايب له حتة جبنة قديمة، ولو شقلب ليه حتة جبنة قديمة، زبادي وطحينة، ولو عندي جبنة قريش بضيف عليها كمان جبنة قريش. يعني الحتة الصغيرة دي هتعملي طبق قد كده. وطماطم بقى، واكل بقى بعيش بلدي. احلى بصراحة اكل، احلى من اي حاجة تاني. حتة لحم ممكن احط عليها حتة طماطم، بس دي بقى لو مش هاكلها لو هاكلها بعيش. فلفل اخضر بس دي انا هاكلها بعيش بقى، لكن فطير بقى خلاص كفايه كده مع البطيخ بقى كمان. يا سلام. فكرة اسمه ايه؟ الناس قالت ليه في اللايف حلوين؟ ليه احنا بنزيد ولا نقل يا حلوين؟ دوقها كده بس. حامية شوية، هزود طحينة. واحد زي والله صار من الاكل في رمضان فعلا حرفيا زهق. عارفين انا عامله ايه؟ عامله فسيخ. والله عملت فسيخ. ماما انت لسه قاعده ماما في اللايف؟ ماما انا عملت فسيخه يا ماما. فاضل لها ايه يومين كده وافتح عليها. والله اصلا واحد زهق فعلا من الاكل. والله زهق جدا. كان عندي حاجه زي ايه
زي القليشي. القليشي اللي هي قليشي اللي هي ايه، اللي هي ايه المصري، انشوجه. حاجه شبه الانشوجه كده، اسمها قليش يعني. كنت مطلعها وحط عليها زيت وطماطم هتاكلها بالعيش. عايزه طريقه الفسيخ؟ والله طريقه سهله جدا يا منى، والله سهله جدا. مفيش حاجه، مفيهاش حاجه والله. هي انت تجيبي الفسيخه ويقول لك لا سيبيها بقى 24 ساعه عشان تنشف وتنشفش، لا مفيش الكلام ده. بس اهم حاجه نوع الفسيخ يبقى نوع السمك يبقى حلو. انا هنا ما بعملهاش بالبوي، هنا في بوي بس في نوع كده طول تاني، نوع تاني احلى من البوي بصراحه، فبجيبه. هي فسيخيه واحده جبتها عشان انا اللي هاكلها، بس مفيش حد ياكل معايا عشان ما اموتش كل فسيخ واموت. ايه هي بجيب فسيخيه تغسليها كويس، تغسلي خرشين تحت الحنفيه، بس نوعها هيبقى حلو يعني. تاخديها تحطيها مثلا في اي حاجه بالطول كده، وتحطي في الخرشين مناديل والبق مناديل عشان ينزل اي سوائل، اي دم، اي ميه. والله انا من الظهر سبتها لغايه بالليل، بس ما سبتهاش 24 ساعه والكلام ده. هي كفايه قوي، هي بتنزل كل. وتجيبي مناديل تقعدي تنشفي فيها كويس. انا على فكره عملت الكلام ده على اليوتيوب، عملت فسيخيه على اليوتيوب. تنشفيها كويس بالمنديل قوي، وتاكدي ان هي نشفت تمام من الميه. بعد كده تجيبي ملح. انا ما عنديش شطه فاستخدمت ملح بس. في ملح، في ناس بتحب تحط كركم وشطه عشان اللون يعني، ولو وبتاع. ما بحطش، هي ملح، هي ملح وشطه لو عندك بس. الكركم ده عشان اللون، وبرضه لا يا لهوي دي هتبقى عكه قوي يا نور. وتغزي الخياشيم والبق بالملح بقى كويس، بس ملح خشن مش ملح ناعم. على فكره عشان الفرق بين الملح الناعم والخشن، الملح الناعم الجلد السمكه بيمتص بسرعه فبيطلعها لك حادقه، انما الملح الخشن مش هيطلعها لك حادقه، هيطلعها لك حلوه. وتتفسي الخياشيم والبق كده بالملح. انا بجيب استرتش، احط شويه الملح واحط السمكه، احط فيها شويه ملح واقعد الف 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 في استرتش كتير، وبعد كده الفها في اكياس بقى، اكياس كتير. اللايف بتاعتها هيضرب بقى وتسمعها زي بقيه الناس اللي بيجي هنشوف الفيديو سوا. واقعد الف في الستريتش بقى يدي تبطلان ده ماشي يا رب يشوف اللايف عشان اللايف ينفجر. وتقعدي بقى تلفيها في اكياس كتير، واخر كيسين 3 كده بكيس اسود، عشان ده مثلا بيقول لك تحطيها في مكان ضلمه. انا حطيتها بقى ايه في علبه، علبه بتاع كوتشي شوز، عشان تبقى، لان انا عندي كل حاجات شفافه، انا عايزه حاجه تبقى فيها ضلمه يعني. وانا بقول لهم كل شويه الميت اللي فوق ده هفتحه، مش عارفه امتى الميت اللي فوق ده هفتحه، تحطها بقى فوق المطبخ. فعماله كل شويه احسب. طبعا لازم بقى يتقلب، لازم يتقلب بقى الفسيخ على جنب الناحيه دي، على جنب الناحيه دي، على تحت، على فوق كده. بس ففضل يومين بقى كده وافتح بقى. الله الله، بس اسالوا عليا بعديها عشان يكون حصل لي حاجه ولا حاجه. ندوق كده تاني. لذيذه، بس حلوه كده. حط شويه زيت خلاص.
اه بص، الصيف 7 ايام عشان الحر، الشتاء 10. بص برضه خلي بالك الصيف، اصل هنا عندنا احنا الشتاء مختلف عندكم هنا في مصر، فاحنا البرد برد، بس البيت والله ما بيبقاش برد قوي زي بره. فهي في كده في حدود الصيف 5 ايام ناس انا مش فاهمه بقى، في ناس تقعدهم بالشهر. انا مش فاهم ازاي الكلام ده، شهر ايه ده؟ هو يدوبك 5 ايام او 10 ايام في الشتاء. مش عارفه إيش الشهر والحاجات دي بيبدا بيعفن بيدوت مش عارفه. ريحه الفطير. انا الفطير عن الفرن عندي ما بي لا 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 يا منى لا. الناس اللي بتعمله في البيت، الناس اللي بتعمل كده بتقول لك يقعد 10 قصدي الشهر، يعني الناس العاديه اللي بتعمل 3 4 سمكات. اذا كانوا هم بتوع الفسخانيه اصلا بيقول لك بيقعد برضه نفس الكلام كده، بيقعد 5 ايام في الصيف و10 ايام في الشتاء. انا الفرن عندي ما بيحمرش من فوق، فانا بقلبها، بحب اقلبها بقى عشان يحمر تحت وفوق كويس. احط شويه زيت. اتفضلي يا ايناس اتفضلي. عسل عسل. نجيب طبق للفطير. طبق للعصر. انا عندي جبنه عاديه، جبنه بيضاء عاديه.
الفطير ملهوش وقت في الفرن، على حسب حجم الفطيرة، على حسب الفرن بتاعك. زي ما قلت لك انا عندي في الفرن بتاعي ما بيحمرش من فوق، فبقلبها. في ناس تاني عندهم الفطير بيحمروا من فوق. انا كنت عايزه احط واحده على وشها قشطه من فوق، نعمل واحده على وشها قشطه من فوق. بس انا رايي ان دي عايزه تتحط لها برضه سمنه، يعني هو طالع تحس ان هو خفيف، يعني خفيف مش اللي هو وحش. بس اعملها بفرشه بقى، ما تسخش ايدي تاني. ايه رايكم في الفكره دي؟ انا اللي عاملاها. الاسباتولا بتاع دي ايديها اتكسرت، عملت ايه؟ دخلتها في بتاعه الفرش، الاتنين في واحد. وتوسخت ايدي برضه، مفيش فايدة. شفتي افكاري يا يابا؟ بس انا بصراحة مخلية هحاول فكرة ان ارميها منهم كتير. شفتي بقى يا يابا؟ اصل انا كمان بستخدم للحاجات بستخدم لها سباتولا، والحاجة الحادقة بستخدم لها سباتولا. يعني مش دي بتعمل مع دي، يعني ما بستخدمش دي مع دي في دي، عشان الاكل طعم الاكل ما يدخلش في الحيوانات والكلام ده. ف كل ما اجيب سباتولا الاقي الايد اللي هي البلاستيك دي اسعارها مش قوي. والله صح. اسعارها مش قوي. لا ايديها مش عارفه، لا اما انا نسيتها مثلا على بوتاجاز على البتاع فاتلسعت، فبعد كده اتكسرت. طب انا هفضل رحت حاطاها هنا. فكره. طبعا طبعا. اذا كانت الاكل في بعض الحلل بيلزق فيها الطعم مهما غسلتيها يعني. الفوشة ما بتعملش زي ايد الواحد برضه، كل الزبدة بتروح في الفوشة. طبعا. طبعا. وايه يعني، انا كمان جايبه سباتولا عاديه وسباتولا اصغر من دي تبقى ارفع شويه. عارفه بعمل بيها ايه؟ عارفه مثلا لما يبقى في فاضل في المربى مثلا حاجات كده في البرطمان، النوتيلا، الحاجات دي بتبقى رخمه شويه عشان تبقى عريضه. في بقى الاصغر والارفع تلمي فيها بسهوله جدا. فجايمه حجمين، حجم صغير وحجم كبير. انا كل حاجه ليها حاجتها. مش اي حاجه. خلاص الفطيرة على وشك، عشان نحط بقى دي. ناكل فطير معانا. مش باين، مش مهم. نجيب الفطير، نجيب مقص.
يعني احنا يا جماعه متفقين كده ان شاء الله يوم وانا زعلانه عشان اللايف اللي في اللايف بيختفوا، بس ماشي ماشي. الله يهنيك يا عبير. الحد الجاي نفس الميعاد وبيتزا، بس بالطريقه الايطاليه دي هيبقى صعب لان هو الطريقه الايطاليه بتخمر يومين، فاحنا ممكن نعمل حاجه شبه الطريقه الايطاليه بس مش ايه تتخمر يومين. في ناس والله بيقولك ايه احنا لسه نقعد نخمر تاني يوم ويكسلوا. هو هيتفق معاكوا ايه؟ كأنك بتعملي عجينه وسيبيها في التلاجة وانت بتعملي النهارده اكلك عادي، ايه المشكله يعني؟ جوابي هتفرق فعلا، الطعم مختلف تماما فعلا. هتاكلي بيتزا عمرك ما اكلتيها قبل كده. ممكن نعمل بقى اوريكم خلطات حشوات ايطالي، مش زي ما احنا بقى بنعمل بقى لحمه مفرومه وفراخ ومش عارفه وطبيخ اللي احنا بنعمله ده. كان احنا شويه مش هفل دلوقتي ما اطلع البتاع واكل. فاحنا بيتزا ده اجماع خلاص، بيتزا ان شاء الله. يعني هنعمل، حد هيعمل معايا بقى على اللايف بيتزا ولا مش هيعمل؟ عشان انزل يعني اقول قبليها وانزل مكونات بحيث الناس تحضر ولا لا؟ ماشي يا ساره. اول واحده ساره قال لي هنعمل معاكي عشان لو في اجماع ماشي اوكي. برضه حتى اللي عايز يعمل بقى، مش عايز يعمل براحته. ليه يا هاب؟ للايه؟ انا معاكي للايه؟ لازم الف على نفسي، مبقاش انا مصدتش نفسي. الفطير بص انت، بص الفطير سخن للاخر. ماشي بصوا، دي خفيفه زي ما انا قلت لكم. عايزين تقيله هتزودي بقى التاني. هفتحها لكم بس واوريكم جوه. عاوزين تطرى شويه، عايزاها تطرى شويه. هي كده كده غطي عليها نفس الصينيه، نغطي عليها تطرى وتقدر شويه عشان نعرف نقطعها. ماشي يا منور. انا على فكره بالطريقه العاديه بنحط سمنه او زبده كتير جدا، الطريقه دي خفيفه مش تقيله وفي نفس الوقت مش خفيفه اللي هي طعمها مش حلو. زي ما قلت لكم حاولوا بس ما ترققوهاش قوي وانتوا بتفردوها في الصينيه، يعني ما ترققش. اتنين قالوا دلوقتي بيتزا هنعمل معاكي. يبقى انا عايزه اثبت الميعاد عشان الناس تدخل يعني. انا عاوزه اعمل حاجه كده يمكن تنفع، يعني خلاص انا خلصت اللايف، يعتبر خلصت اللايف. بس ايه ممكن مثلا المساعدات موجود. طيب
مش عارفة بقى هي. ده ايه ده؟ مش عارفة ايه. مش عارفة بصراحة. ماشي يعني. مش عارفة. ارسم سؤال وجواب بصورة الباق صندوق كنز حقيبة عمليات خلفية تسجيل اصطناعي. مش عارفة. بحاول افتح اشوف اي حاجة اعملها. تريد فتح هدفك بس كيف يمكنك فتح هدف برضو. مش عارفة. ماشي يا رب يعني يكون بس ايه في نتيجة بس مش ايه. اول واحد تجربة ايه ان احنا شفناكوا شفتوني بقى مش شفناكوا. نقطع الفاتشة. مجرد ما شايفين القماشة هشة سخنة سخنة. مش كده انا مش عارفة افتحها وهي سخنة. هي مورقة اهي سخنة مش عارفة افتحها. بس اعمل حتة كمان صغننة. النهارده الجو شمس الجو حلو قوي. بقاله فترة حار جدا برد جدا. بقاله فترة برد جدا. ريحته حلوة. القشطة كمان بتخلي ريحة البتاع جميل وطعمه مسكر. سخن. طبعا لو عملتيه اطخن شوية هتلاقي الورق بتاعه اكتر شوية. سخن سخن سخن. بص الحتة البهرة مقرمشة دي. عارفين حطوا معلقة سكر كبيرة هتبقي عايزة تاكليه حاف. فظيع فظيع. هو طبعا عشان سخن جدا الطبقات لازقة لسه في بعضيها. الله الله. يعني الله يهنيك يا سوسو. والله عاوزة افتحها لكم مش عارفة. طعمه حلو طعمه مسكر.
القشطة استخدموا قشطة بلدي جميلة، بتدي طعم بتاع أحلى كتير. دي خفيفة قوي. كل ما تعملي تخين شوية هتلاقي الوراق بتاعه، يعني هو الوراق عشان مورق أوي كمان، تحس ان هو عشان هو سخن لازق في بعض. هو جميل. انت لازم تجوعي يا نور. ايوه. لو ملاحظين باكل لقمة بالجبنة لقمة عسل عشان اعرف اكل. انا اللي انا بعمله معرفش اكل منه، لو حد تاني يعمله اكل، عشان اكل اخد لقمة جبنة ولقمة عسل. نعم. في ناس بتاخد الطبق المقرمشة اللي بره وتسيب اللي جوه، وفي ناس تاخد اللي جوه وتسيب اللي بره. انا بحب الاتنين على بعض، طعمهم حلو. ممكن ده بيض شوية، لا سخن بقى. تاخد دخان. لو قلت لكم لو حطيتوا عليه معلقة كيلو مثلا معلقة سكر كبيرة كده تاكليه كده لوحده مسكر. ولو العجينة بقى عليها زبادي من جوه، دي انا عملتها على القناة بالطريقة التركية، كان رهيب، يتاكل فعلا لوحده حاف، ولا عسل ولا اي حاجة، كان فظيع فظيع فعلا. كان ما شاء الله واحدة كبيرة كده، كان حلو. ودونها من بره بقى احلى من دي ليه؟ اللي دهنها بيضة معاها قشطة كده لازم، لونها كان رهيب. بس كده، اتفضلوا. ما هو ده المطلوب يا نادي، انك لازم تجوع. هات كده يا جماعة بقى، هات الفيديو كده يعني بس كده طويل قوي. خلاص ان شاء الله بقى يوم الحد الجاي زي دلوقتي 3 بتوقيت ايطاليا، 4 بتوقيت مصر. كلية بالهنا والشفا يصلصوه. اعملي بقى فطير بعد ما تاكلي. ونعمل بيتزا ان شاء الله. هنزل قبليها مثلا يومين 3 بالمكونات وكده، نعملها ان شاء الله. ماشي. حد عنده عايز سؤال، اي استفسار قبل ما نقفل اللايف؟ عشان الاولاد عايزين ياكلوا فطير، شمينا ريحته قالك بقى كفايه. خلاص يا ولاد نقفل اللايف على كده. عايزين سيراميك الصاف. دي واحدة بس طيبة الفوني دي. نور بيكي يا ايمان. ماشي يلا يا ولاد، اقول لكم باي عشان اروح اكمل الاكل. الى اللقاء، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي. نقفل ازاي بقى مش عارفه.
نقفل ازاي؟ باي باي باي، سلام.